بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بنات، شوفوا اليوم عندنا معسلة، وصفة سهلة مهلة وبنينة ونظيفة كي نخدموها في دارنا بيدينا. شوفوا البنات كيما راكم تشوفوا الشكل والمضمون، شوفوا راهو المشهد يعبر على روحه وحده. حبة زلابية كيما هذه مع مغرفة تاع عسل اللي عنده عسل حرة كيما هذه اللي عنده، وكاساتي كيما هكذا، ومع زغبة تاع مكسرات، حبات مكسرات كيما هكذا. ما عندكم ما تزيدوا في رمضان البنات، ديروها بيديكم مضمونة 100%. شوفوا واش فيها، شوفوا عندنا فيها سميد، فرينة، ماء، سكر، زيت، جنجلانية، خل، افاني، وقرصة ملح. هذو هما المكونات تاعنا. مكونات بسيطة يعني، رشتا كاين فيها بزاف بصح بسيطة يعني، مكونات نقدروا نقولوا نلقاوها في كل بيت. شوفوا نجيبوا لهنا كاسرونه نكبوا فيها الكاس تاع الماء تاعنا. هي الكيله ديروا واش تحبوا كيله كبيره كبروا، تحبوا صغيره اقل من الكاس هذا ديروا قل كما راكم تشوفوا. كما شفتوا نديروا كاس تاع ماء فيه 4 مغارف تاع سكر، فيه مغرفه كبيره خل، مغرفه كبيره سكر، عفوا 4 مغارف زيت، مغرفه كبيره سكر، وقرصه تاع الملح، مغرفه افاني. وكما راكم تشوفوا لهنا نحركوا هذو المكونات كامل مع بعض حتى نقولوا يذوب السكر تاعنا، ونحطوهم فوق النار، نحركوا ونحطوهم فوق النار. لهنايا شوفوا نحركوا نحيو الفوي تاعنا حتى تهز الغليه. هنايا كما راكم تشوفوا المكونات تاعنا هذو تهز الغليه برك، نحطوهم ما نخليوش الماء تاعنا حتى يغلي مليح، غير هو يبدا يغلي حنا نحيو. نجيبوا الكاس تاعنا لهنا نديروا كما راكم تشوفوا كاس غير ربع فرينه، والربع الاخر درناه سميد تاعنا يكون متوسط ولا رطب، ونبقاو نحركوا هنايا حتى يتجانس الخليط تاعنا. ونزيدوا له لهنا الجنجلانيه لهنا انا درت 3 مغارف. تحبوا ديروا جنجلانيه، تحبوا ديروا اي نوع تاع مكسرات، بصح بالجنجلانيه تمد لها واحد الذوق روعه. بقيت انا نحرك كما شفتوا لهنايا حتى كما نقولوا هفتت السخانه شويه هنا حتى نولي نقدر الخليط تاعنا نولي نقدر نمسو بيدي. شوفوا نحرك كما راكم تشوفوا هنايا حتى نولي نقدر نمسو بيدي. ها شفتوا كيفاه راهي. دوك هنايا نحي العجينه تاعي، نحي الفوي، ونولي ندير بيدي، نحرك نخدم بيدي، نعجن بريسك، نعجن لهنا نخلط، نعجن بيدي حتى تولي العجينه تاعي حكمه روحها. شوفوا البنات دوك لهنا كي يبرد الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا تولي العجينه متماسكه هكذا. شوفوا دوكا واش نديرو، نجيبو لابوش تاعنا ولا دوي. شوفوا لا دوي لهنا كما راهي مسننه، السنين تاعها يكونوا خشان شوي لهنا وقراب لبعضهم باه الحبه تاعنا تجي باين فيها الموتيف كيما نقولوا. شوفوا دوكا لهنا واش درت، شفتوا العجين تاعنا كيفاه متماسك. جبت العجينه تاعي دهنت يدي بالزيت تما ومسيت دهنتها هي بالزيت ودرتها في لابوش تاعي لهنا بلاستيك من نوع المليح. ومن بعد كما شفتوني لهنا دوك لهنا نشكل الشكل اللي نحب والقياس اللي نحب. شوفوا لهنا ها انا على بالكم هنا نخدم بيد ونصور بيد ما يجيني شوي صعيب، بصح من بعد كملت صورت كملت عجنت خدمت عفوا بزوج يدين. دوكا لهنا جيبوا لهنا الزيت تاعنا خليه حتى يسخن مليح. الزيت لازم يغطي الحبه تاعي كي تنوحها تغطس وتعاود تطلع. شوفوا كما راكم تشوفوا كي لهنا نديروا بالزوج حبات 3 حتى لهنا يحكموا رواحهم شويه في الطياب، ونزيدوا نحطوا باش لهنا البنات ما تكثروش باش ما تسقلكمش وما يفسدلكمش الشكل تاعها. راكم كون ديروا بزاف في المقله ولا الريسيبيون اللي رانا نديروا كاسرونه ولا اللي نديروا فيها، المهم تكون غاوطه يلزقوا في بعضهم. لهنا شوفوا نبقاو نديروا بالفرشيطه يلزقوا كما قلت لكم في بعضهم ويفسد الشكل تاعو. نبقاو لهنا نديروا هكذا نحركوا حتى يطيبوا. شوفوا لهنا هكذا، والطياب تاعهم هنا لازم يكون احمر، لازم يكون احمر مايل للقهوي للبني. لا البنات باش تجي مقرمشه. ولهنا النار على الاول تكون كما راكم شفتوا كانت قاويه، ومن بعد نهفتها شويه نقص لها باش طيب من فوق
عفوا باش ما طيبش من فوق وتقعد عجينه من داخل. وهي سخونه كيما شفتوا هكذاك نحاها من المقلاطون نلوحها في العسيله. شوفوا لهنا العسل تاعنا ما نزيدوا له والو باش ما تطراش الزلابيه تاعنا. شوفوا لهنا كيما راكم تشوفوا المنظر راهي شاهد، عفوا راهي يعبر على روحه وحده. ما تنساوش البنات جيم واشتراك، واللي دخلتوا معايا جدد اهلا وسهلا بكم.